السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. ومن فتره كبيره كنت عامل حلقه بلزق ظهر موبايل وبلزق شاشه موبايل تاني، لكن الماده اللي كنت بستعملها لقيتها طلعت بعد فتره لما بحط الموبايل في جيبي او بشغل الكشاف لفتره طويله. فالنهارده ان شاء الله معانا حالتين او معانا موبايلين تانيين فيهم نفس المشكله، هنستخدم ماده جديده. فتابعونا للنهايه بحيث ان انت تبقى عارف الماده الجديده. والماده الجديده انا عايز اقول لكم ان انا جربتها لفتره طويله جدا وما شاء الله ماسكه بدرجه كبيره جدا. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ويلا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. زي ما انتم شايفين النهارده كده معانا الحالتين دول او الموبايلين دول الاتنين. واحد ظهره طلع خالص، والتاني اللي هو اللي على الشمال ده موبايلي انا الشخصي. بقى يعني زي ما انتم شايفين كده برضو حتة كبيرة اتفتحت فيه. فالنهاردة بقى قلت لا، هجيب حاجة تانية خالص بما ان لزق الموبايلات منفعش، فهجيب اللي هو لزق بتاع العربيات. يعني هجيب سيليكون عربيات، وطبعا مش هجيب سيليكون عظم، يعني انا جايب سيليكون عادي برضو. لو يعني حبيت ان انت تفك الموبايل بعد كده اوكي مفيش مشاكل، تقدر ان انت تفك الموبايل بسهولة، وتقدر ان انت تتعامل عادي بالموبايل او لو سخنت عليه مفيش اي مشاكل. تعالوا كده بنشوف ده اللي احنا جايبينه النهاردة معانا. ده نوع من انواع السيليكون عادي جدا، هو السيليكون بلاك. ما تجيبش السيليكون الرمادي. السيليكون البلاك ما شاء الله بيبقى اقوى شوية، تقدر ان انت تسخن عليه تاني والدنيا تمام مفيش اي مشاكل، وان شاء الله يبدأ